عليكم، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حنا لاباس الحمد لله. عارفه روحي راني دائما نطول عليكم، وهذا لظروف، لاني ما عنديش اللي يصورني انا، وانا ما نعرفش نصور روحي الا اذا كان ساعه مره بني يعود هنايا لان نقدر عندي افكار، عندي حوايج تاع معناها عندي افكار هايلين معناها اللي نقدر نشارك معاكم ونفيدكم بهم. بصح الله غالب، عندي ظروفي ثانيه، انايا ما عنديش اللي يصور لي، ما عنديش امكانيات نزهه، ما عنديش راني كل ما تبان لي فرصه نقول نصور فيديو. المهم ان شاء الله تدعموني ان شاء الله. اليوم راح ندير في الحميص. ما جابني على قايده دخل، قلت له حللته، قلت له الله يسهل عليك روح صورني ضربك، بلا راني ماني دايره حتى تحضيرات الفيديو، راني نصور فيه الطول. وين عندي فلفل حار، وعندي تقريبا 3 كيلو فلفل حار. راني غسلته ونحيت له الزريعه كما كتشوفوها هنا، ما نحوت له كاع الزريعه. هاي وين نحيت له، خاطش على خاطر الزريعه حاره وشنهي راها. وزوج حاوت هنايا كل كيلو تاع فلفل ديروا له حبه زرنديه، وعندي 3 حبات تاع زرنديه، عندي راس كامل تاع ثوم، وعندي حبات زيتون. هنا ضربه كنقطع الفلفل تاعي، نقطعو شوي شوي باه يساعد الاشفار تاعي، ونرحيه ونوريكم الطريقه تاع الحمى. هذا صدقوني هذا الحميص هايل، انا في رمضان طول نخدمو وندسو ونخليه، وندسوه في بلارات عودو معقمين. هاني كيما هنا هاني معقمه البلارات، راني معقمتهم هنايا هاموين، راني معقمتهم. قلت لكم راني مانيش دايره تحضيرات بلي راح نصور الفيديو، راني على طبيعتي، وراكم وليتوا درك جزء مني خلاص. هاي وانت انا درتهم عقمتهم وراني قلبتهم على فواهم باه يبردوا بين حضرت الحمص تاعي. هنا هاوين الفلفل دا كنقطعو قاعيتين ومن بعد نوريكم كيفاه ترحو في الاشوار. ما لازمش يعود مرحي ياسر، لازم نحو كاع الحاجه اللي تعود خاسره، اللي تعود لازم نديرو فلفل يعود سليم، ما فيهش حاجه خاسره ولا. وثاني كي تغسلوه قطروه زين من الماء تاعو باه كي تعودوا تخدموا فيه ينشف لكم من الماء تاعو. كنقطع الفلفل هذايا نقطعو قاعيتين، وكنعود نرحيه في الاشوار نوريكم كيفاه نرحوه الطريقه كيفاه. راني هنايا بعد ما رحيت الكميه قاعيتين هاو، شوفوا طريقه الرحي تاعو، راه ماهوش مرحي ياسر. نديرو كي بوفجروخ كانك كتفجخي فيه فرق، ماهوش هذاك اللي يعود ابيري هكذاك شويه طلق الماء تاعو. هو هذا هاك راكو نرحوه. ترحي وتحبسي ماديرش ما تحيطو راه ماء يطلق الماء تاعو، ترحي وتحبسي. نزيدو نرحو شويه بصراحه. برك نروحو نطيبوه فوق النار حتى السوائل كامل تنشف منه. نطيبو فوق النار ونجي نكمل باقي المكونات الاخرين. نديرو فوق النار على نار هادئه. هنا هاي الزرنديه نزيدو نرحوها، والزيتون ما عندي لازم تعود عندك كميه معتبره شويه تاع زيت. انا عندي هذو حبات برك ما قلت نديرهم، هو لازم الزيتون ونديرهم كاع مع بعضهم ونرحوهم. هاي هنا الزرنديه والثوم والزيتون بعد ما رحيتهم. شوفوا كيفاه ترحوها الزرنديه، رحوها رقيقه، لازم ترحوها كيما هكا باه طيب مع زين في ذاك. نروحو نديرهم يطيبوا مع بعضها، راح نديرهم يطيبوا مع الفلفل. انا درتهم، وانا درت الفلفل فقط والزرنديه والثوم، ما درت لا زيت لا ملح،
حتى السوائل كامل تنشف. شفتوا الفلفل شحال طلق؟ ها شوفوا شحال طلق السوائل تاعو. شوف لازم ينشفوا كامل هاد السوائل، على خاطر باه كنعودو ندسو فيه ما يخسرناش. هذا الفلفل راه تقدري ديريه في بلاره وتحطيه في الفريجيدير، يقعد لك تقريبا 6 شهور ما تصرالو حتى حيه. المهم تعود البلاره معقمه ومحكمه الاغلاق، ما يدخلوش هواء. هاي وين داك نهداوه ينشف، نزيدوه شويه على النار هكاك شبه السوائل كامل. انا ما درت له حتى حاجه درك كنت معاه حتى نشفو كاع من الماء، ومن بعد نزيدو له زيت الزيتون والزيت العادي والملح. واذا كان مش حار نزهه ديري له الفلفل الاحمر، هذا كان راه حار نزهه هذا تاعي. واذا كانت عندك الكرويه ثاني ديري له الكرويه. هيا ذاك نخليكم حتى نشفوا كاع من الماء ومن بعد تشوفوني. شوفوا هنايا كميه السوائل اللي راها طلقها الفلفل. لحد الان راني هنا ما درت له لا زيت لا ملح لا توابل، لحد الان راني نشف فيه برك منه يطيب في الماء تاعو هذاك، منه نشف فيه مره على مره حركوه. شفتوا كيف كانت الكميه قبيل ياسر، داك راه زايد ينقص لها الحجم تاعو. كاين ينشف كامل الماء هذا منه، نقدروا نديروا له الزيت والملح. ندير له قبل الملح باه يزيد يخرج كميه السوائل، خاطر هذه السوائل هي اللي راها تخسروا. كي نديروا في الفريجيدان ولا هذا السوائل هذا الماء هو اللي يتعفن منه، لازم كامل ينشف منه. شوفوا هنايا استمر بدا الماء ينقص، بدا الماء ينقص. هنا نزيدو نديرو له شويه ملح، نديرو شويه ملح على خاطر باه يزيد كاش سوائل يزيدو يخرجوا. الملح هادشي يخرج السوائل. حنا ما درناش كامل الزيت، نديرو الملح ونخليه يزيد يخرج السوائل كامل اللي في هذا بدا ينقص. شفتوا قبيل كميه الماء اللي كانت وهكا. شوف شوفوا السوائل كان بدرت تنقص. ها نزيدو نكملوا عليها، لازم السوائل نتخلصوا منها نهائي. مبدئيا نديرو كاس تاع الزيت، نديرها مبدئيا نخليك منها شويه هذه نبدا هكا يطيب حتى كامل يتنحى منه السوائل. نجيب له شويه تاع راس الحانوت عندي، الفلفل الحار ما نزيد نضيفلوش الفلفل الاحمر لانه حار ما تصوروش كفاه. انا هنا جبت راس الحانوت، وانا هنايا زدت كميه تاع زيتون لانه قبيل قلت لكم ما عنديش. هو فتح الحانوت اني رحت انا شريت هذه الكميه، انا زدت عليها ثاني. شوفوا الكميه اللي تاع اللي قبيل مع هذه، على خاطر مانيش رايحه ندرج عليكم حاجه. هيا نحرك وندخل داك الزيتون ذا ثاني يزيد يطيب مع داك يزيد يطلق الماء تاعو هذاك. المهم لازمنا ما نخلوش الماء ابدا. ها شوفوا الماء، شوفوا فيها الضريبه حتى يبقى الزيت فقط. عاد واحد الريحه هايله حتى ويا الحراره راها وشنهي هي راه ما عنديش انا الكرويه. نديروا له الكرويه، نزيد له هاد الكميه تاع الزيت اللي بقات من الكاس اللي قلت لكم عليها هاهي، لانه الزيت بمثابه ماده حافظه. تعود فيه الزيت ما تخافيش كاع منه. المهم تكون البلاره تاع السجاج ومقطعها حديد يتسكر باحكام، ما تخافيش كاع منه تقولي يخسر والله. حطيه في الثلاجه لتحت، واذا كنتي رايحه تدسيه في الكونجي ديريه في علب تاع بلاستيك وحطيهم، ولا بعود صغار كل كميه وحدها. هاي باش
حتى نكمل ونوريكم دقيقه شي نطول عليكم. نقص شويه باه تزيد تحطاش السوائل وتزيد يخرجوا. هذه هنايا شوفوا بعد ما نشف كامل الماء تاعو. ها نشوفوا فيه وفيه الزيت فقط. هاهي كامل الزيت تاعو الماء تاعو. شوف نديروا هذا الزيت للتتبيل هذايا. هذا اذا كنتوا رايحين ديروه كمشروع ما ننصحكمش به، هذا البارك ديريه، لكن المشروع يستكلف لك. هنايا نديرو شويه الماء هذه تاع الزيت، ريحته هايله هذا الزيت. هاهي هنا تقريبا راه واجد. شوفوا ما كانش السوائل كامل نشف. ها شوف السوائل تقريبا نشفت كامل. دركا نروح نعمرو في البلارات. هنا كملناه. هنا اذا كنتو رايحين تدسوه، اذا كنتي رايحه تدسي فيه، راني هنايا معقمه هذو البلارات هاهمين، راني معقمتهم هاهمين ودايره فيهم كميه تاع الزيت. والبلاره نعملها هاك، كل ما نجي نعمرها لازم قاعدتين تعود فيها الزيت. نعمروها البلاره، ولازم تكون المقطع تاعها تاع حديد. تعمرها وهي سخون، لازم هو سخون كيما هاك. لازمها وهي سخونه كيما هاك تعمرها. هنايا لازم نمسحوها من البرزين بالخل، شويه خل، ونديروا لها كميه تاع زيت. هذا الزيت هذا الزيت هايل للحميص، كتعودي عاديه هذايا. ولازم تكون البلاره تتسكر زين، تضغط عليها سخونه راها. تجيب حاجه تضغط على البلاره وتسكر زين. هنا اذا كنتي رايحه تاكليها تكتفي بهذه العمليه فقط ودسيها. اذا كنتي حتاكلي فيها تكتفي بهذه العمليه فقط ودسيها في الفريجيدير، ولازم تعود مسكره زين. اذا كنتي رايحه تدسيها عوله للشتاء، انا هاني دايره كسرونه فيها الماء داك، وندير هنايا باه نعاود نطيبهم ساعه اخرى في البلارات. هنايا ها هم وين راني دايره كميه تاع زيت من تحت، ولازم الفلفل يكون سخون. هنايا نكرروا العمليه تاع الخل هذه باهي نعقموا زين الفم تاع البلاره، نعقموا فيه، نديروا له كميه تاع زيت ونسكروها زين كما راكم تشوفوا. لازم نسكروها باحكام كما هكا. نكمل كامل البلارات ونوريكم المرحله الزوج. الفلفل وحار يعني هنايا درت الماء لازم يعود للوسط الماء. هنايا فرشت له شيفونه طرشونه، راني فرشتها له باه ما يعودوش يردحوا البلارات.
ونخليه هنايا بعد الغليان، بعد ما يغلي الماء هذايا نخليه 45 دقيقه. انا منش راح ناكلهم هذو في هذه الفتره، انا راح ندس فيهم الا مش عارف وين وقتها كاع استعملها. خليت هذه على جهه، هاي وين هذه مش راح نغليها كما هما، لكن هذو راني رايحه نطيبهم. فهمتوا كيما هاني خادمه ثاني هنايا الطوماطيش. هاي وين الطوماطيش راني خدمتها، وخدمتها بنفس الطريقه اللي رايحه نخدم فيها هذه. هاي وين هذه راني ذاك رايحه ندسهم هذول، مانيش رايحه نستعملهم. هذا الطوماطيش وهذا نتاع راح ندس فيهم. شوفوا الطوماطيش هنايا الله يبارك. انا كما قلت لكم نحب نخدم هذا الحوايج، نحب نخدمهم كعود في وقت هاك متوفرين وكامل، وعود ذاك كيما طوماطيش وفلفل راه يكونوا رخاص، نخدمهم وندسهم حتى للشتاء. وراه رمضان قريب وكامل، ذاك رمضان نقمضوا عينينا ونفتحوا ويقولوا رمضان اذا كنا من صيامو. ذاك نديرهم يطبخوا ومن بعد نوريكم. هاني وين كملت، بعد ما كملت هنا هاني درت الفلفل تاع الحمص تاعي. ها وين كيما ها وين كي كمل. ها وين شوفوا اللي درت له شويه تاع زيت زيتون هذايا. ها وين درت له شويه زيت زيتون. ها جا ما شاء الله، جا ذوق رائع كيما هاك. هذايا حبيتي احتفظي به ولا عاودتي تاكليه سكريه زين وخليه في الفريجيدير. اذا كنتي راح تدسيه ديري الطريقه اللي راني درتها لك. هاي وين راني ثاني درتها للطوماطيش. تحبي الطوماطيش ديري هذيك الطريقه ثاني تطبخيهم ساعه انت في الكبكوطه مسكره عليهم ولا كسرونه، ولا تحبي ديريهم كيما هاك في هذول تاع السيليكون تاع الكلاصون هذول وتحطيهم وتعودي تجبدي بالوحده. تحبي تخليها ثاني هنا هكذاك شاي والقوام تاعها الطوماطيش. شوفي تحبي تخليها ثاني هكذاك في بلاره ولا كش حاجه وديري لها الزيت كماده حافظه. وهاي وين هذه تحضيراتي للشتاء ان شاء الله. هاي وين اذا كنتوا حابين تشوفوا الطريقه تاع الطوماطيش نوريها لكم. هاي وين الطوماطيش هاي درتها هنايا. شوفوا الله يبارك. هاي وين هذه التحضيرات. هذه الفلفل ها وين هذه خليتها هنايا على جهه، هذه الاستعمال. وهذو راح ندسهم الشتاء هو اللي تكثر فيه الطلب على الفلفل. هاي وين هو جاء ذوق رائع. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونتمنى اني استفدتكم بشوي ولو بالقليل. عرفتكم راكم عارفين كاع هذه الطرق راني ندير فيهم، بصح رانا نتعلموا مع بعضنا ونتسلاو مع بعضنا في طرق كيما هاك ونحفزوا في بعضنا. ممكن تكوني عارفتهم وعاجزه باه ديريهم، كي تشوفي فيديو كيما هاك تقولي نديرهم، نوض نديرهم انا ثاني. وان شاء الله ديروهم وتجربوهم وتعطوني رايكم فيهم.